كلام إلهام. في مرة من المرات كان في 3 دودات كده بيتمشوا وبيتمخطروا على فرع شجرة. شافوا فراشة جميلة قوي قوي قوي. ابتدوا ال3 يبصوا على الفراشة. واحدة منهم قالت: يا شايفين الفراشة دي جميلة ازاي؟ التانية قالت لها: يا ريتني ابقى زيها. التالتة قالت لهم: طيب طالما احنا عمالين نبص كده وما بنعملش اي حاجة، طيب ما نروح نسألها ازاي بقت جميلة بالشكل ده، يمكن تقول لنا على السر ونستفاد بيه، يبقى ادينا عملنا حاجة بدل ما احنا عمالين نحلم وخلاص. وبالفعل راحوا ال3 دودات وقربوا من الفراشة وسألوها: انت ازاي جميلة كده؟ عملتي ايه عشان تبقي جميلة كده؟ قولي لنا عشان احنا نفسنا نبقى زيك برضو. الفراشة قالت لهم: السر بسيط جدا. اول حاجة بتقعدوا تاكلوا كتير قوي قوي، كلوا اللي تقدروا عليه واي حاجة تقابلكم. تاني حاجة استخبوا جوه فرع شجرة محدش يشوفكم نهائي لمدة طويلة جدا جدا، وبعدها هتتحولوا زي لفراشة جميلة. الدودات سمعوا الكلام ده وراحوا يطبقوه بالحرف الواحد. فعلا ابتدوا ياكلوا كتير جدا جدا واي حاجة تقابلهم. لكن بعد شوية وقت 2 من الدود دول حسوا بالزهق جدا وان هما خلاص الموضوع فوق طاقتهم. وفعلا الموضوع كان فوق طاقتهم وقالوا: لا لا لا، احنا مش هنقدر نعمل الحكاية دي، احنا خلاص كده خلاص سلمنا، مش هنكمل. وانسحبوا فورا. لكن الدودة الأخيرة الثالثة فضلت زي ما هي بمنتهى الصبر تاكل كل اللي يقابلها. وبعد ما خلصت الأكل الكتير ده وتعبت جدا لحد ما عملت الحكاية دي، راحت مستخبية جوه فرع شجرة. وبعد فترة كبيرة جدا كانوا الدودتين التانيين واقفين برضو على فرع الشجرة، لقوا فراشة جميلة جدا جاية عليهم. فبيسألوا: هو انت مين؟ قالت لهم: انا صاحبتكم التالتة، انتوا نسيتوني ولا ايه؟ اتحولت لفراشة جميلة. طبعا كلهم قعدوا يعضوا اصابع الندم ان هما ما كانش عندهم الصبر وما كملوش لحد الاخر، لان النتيجة اللي شافوها كانت تستاهل كل التعب اللي كان ممكن يقابلوه. لكن للاسف هما ما كانش عندهم اي صبر ورجعوا من نص الطريق. هي ما عملتش كده، كملت لحد الاخر، والنتيجة انها اتحولت لفراشة جميلة. احنا كمان بنعمل نفس الغلطة دي، بنكون قد كده قريبين من الهدف بتاعنا لكن ما بنصبرش لحد ما نكمل الهدف ده، وبنرجع من وسط الطريق ونقعد ندي بقى لنفسنا كتير اعذار: لا لا لا، اصل الحكايه دي صعبه عليا، لا لا لا، انا امكانياتي ما تجيبش، انا صحتي ما تقدرش على كل المجهود ده. لكن لو احنا دورنا جوه نفسنا هنلاقي طاقات كتير جدا متخزنه جوانا، احنا بس ما عندناش الصبر وما عندناش القوه اللي بيهم نكتشف نفسنا ونطلع الامكانيات الكتيره جدا اللي مدفونه جوانا، واللي بسهوله جدا ممكن نمد ايدينا كده ونطلعها ونلاقي نفسنا ساعتها بنعمل العجب. والله هنعمل العجب. لكن للاسف الشديد مش مقدرين نفسنا ومش مقدرين امكانياتنا، وده اللي بيخلينا طول الوقت مشدودين لتحت ومش بنحقق اي انجاز سواء في حياتنا الشخصيه او حتى في شغلنا. ست البيت اللي دايما تقول لنفسها ان هي تعبانه وان هي مرهقه وان المسؤوليه دي مش قدها وان هي ما تقدرش تعملها، لو دورت جوه نفسها هتلاقي جواها امكانيات هايله جدا تخليها تعمل كل ده بمنتهى البساطه. انت نفسك او انت جوه شغلكم وانتوا ما بتترقوش ولا بيحصل لكم اي طفره في شغلكم، لان انتوا مكسلين ان انتوا تبذلوا مجهود، ودايما لما تبقوا قد كده من النجاح ترجعوا تاني تقولوا: لا لا لا، مش هنقدر نعمل الموضوع ده، احنا كده كويسين وبارك الله فيما رزق. الحمد لله على كل شيء، لكن رغبتنا ان احنا نطور نفسنا دي حاجه موجود جوانا، انتوا بس اللي لسه مش شايفينها لحد دلوقتي. دوروا جوه نفسكم كده هتلاقوا جواكم طاقات رهيبه، انتوا بس اللي مش عارفين تمدوا ايديكم وتطلعوا الطاقات دي وتستغلوها الاستغلال الصح. اعملوا زي الدوده اتحولت لفراشه جميله بشويه صبر وشويه معاناه، وما تعملوش زي الاتنين التانيين رجعوا من نص الطريق وما كملوش وقالوا لنفسهم احنا ما نقدرش. لا، كلنا نقدر لو عاوزين. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي ساعدت اي حد منكم انه يوصل لهدفه ويحقق اي حاجه كان بيحلم بيها. واشوفكم الحلقه الجايه من كلام الهام وموضوع مهم نناقشه مع بعض. استنوني.